من جدة نائب رئيس نادي الأهلي والمشرف على ملف الاستثمار السيد عبد الله بترجي. عبد الله مساء الخير. اهلا وسهلا، حياك الله اخوي تركي. هلا وسهلا فيك عبد الله. انت شايف يعني الان مباراة النصر والاهلي والنصر القادمة في جدة، ارتفعت اسعار التذاكر بالنسبة للمقاعد الموحدة، واحنا تعودنا انه من الإدارة الأهلاوية تهدي جماهيرها التذاكر، لكنكم انتم للمرة الأولى ترفعون اسعار التذاكر. اخوي تركي، انا بس في البدايه احب انه اكد انه اداره النادي الاهلي حريصه انها توفر كل سبل التشجيع الميسر للمشجع الاهلاوي. حريصين جدا ان يكون المشجع الاهلاوي يعني راضي عن ادائنا في كاداره. بالرجوع للموسم الماضي كانت اداره الاستثمار في مباريات كأس آسيا أو مباراة الكؤوس اللي ولي عهد والكأس الملك. طبعا في بعض المباريات هذه اتخذنا قرار بتخفيض اسعار التذاكر، ومباريات آسيا كانت 25 ريال. اليوم السنة هذه بالذات طرحنا احنا النادي للجمهور كأول نادي يطرح اللي هو موضوع التذاكر الموسمية. صحيح. وكان بناء على رغبة الجمهور. الإقبال طبعا نوعا ما بصفة أن الفكرة جديدة على الشارع الرياضي في المملكة. الإقبال نوعا ما يعني يعتبر جيد كأول سنة أنك تطرح هذه الفكرة ويستوعبها الجمهور، وحتى في بعض الجماهير يعني تنظر مدى صدقنا يمكن في تنفيذ كل اللي احنا وعدنا فيه من خلال عروضنا في التذاكر الموسمية. الجمهور الاهلاوي الان متقلب ما بين لماذا المقاعد كانت في مباراة الوحدة فارغة، ايضا وفي نفس الوقت كان متشنج من موضوع ان امس قررنا انه في اول الايام بتكون سعر التذكرة بسعر معين، بعد كده بيتم رفع الاسعار. في عدة ملاحظات احنا لازم يكون الجمهور مستوعب الشيء هذا. اول شيء اليوم احنا عندنا في اي مكان في الدوريات، انا اتكلم مثلا في اوروبا، كل ما اقترب موعد المباراه بيزيد سعر التذكره. السنه هذه احنا في خطوه اعتبرها انها هي لمصلحه النادي ما هي مصلحه احد ثاني، ان التذاكر تطرح في مباريات بالذات اللي هي تكون جماهيريه، وقت اللي هي مباراة الهلال والاتحاد والنصر. نطرح التذاكر من فترة أسبوع تقريبا، في أول أيام بيكون في سعر للتذكرة. البداية عبد الله عفوا، البداية من كم؟ من 25 البداية؟ من 35 يعني أنتم رفعتوا تقريبا 15 ريال تقريبا رفعتوا. لا مو انا، خليني اقول لك، انا جايك في الحديث. طبعا انا اللي سمعت انه الجمهور بيحكون انه التذكره وصل سعرها 50 ريال. اداره النادي او الحساب المركزي ما صرح باي شيء بالنسبه لسعر الارتفاع كم بيكون، بس فقط اللي تغرد فيه انه بيكون في بعد يومين بيكون في زياده في سعر التذكره. سعر التذكره لن يتجاوز ال 40 ريال على اي حال. وفي اول يومين هذه كانت اللي هو اول 3 ايام ب 35 ريال. فالزيادة في السعر ما هي الزيادة اللي هي تعيق المشجع عن الحضور اللي 5 ريال، ولكن هناك في هدف وفي خطة نتبعها لإنجاح الملف التذاكر بصفة عامة. يعني ما أخذ معك في التفاصيل كثيرة فيها، لكن من ضمنها حتى المشجع اللي اشترى التذكرة الموسمية يشعر بالفرق، ويشعر ايش ميزة التذكرة هذه. واضح. اليوم احنا في بناء على رغبة الجمهور، وامس اطلعت انا على كثير من الردود الجماهيرية حول حول السعر المباراة، وقررنا في ارتفاعها وخفضها والامور هذه. في مباراة الاتفاق الجاية ان شاء الله بنبدا يكون في سعر انخفض 5 ريال كما رفعنا 5 ريال في البداية، ويرتفع تدريجيا ان شاء الله الى ان يوصل ما حيتجاوز برضه ال 35 في مباراة الكؤوس. لكن لازم في الاخير زي ما تفضل يمكن ابو سلمان كان معاكم قبل شوي، صحيح، انه لازم يكون هناك في عدة طرق تسويقية حتى انه في الاخير مصاريف النادي والامور هذه كلها يكون من دخل الجمهور. انا بس انول لنقطة انه حتى في بعض الجمهور السعودي بيطلع في الخارج وبيشتري بسعر تذاكر يكون اعلى من الموجود هنا. طيب، في 30 ثانية ايش حابب تقول لبعض الجماهير الاهلاوية اللي زعلانة
من انكم رفعتوا اسعار التذاكر في مواجهة انا زي ما ذكرت لك في البدايه، جمهور الاهلي على عيني وراسي بالعكس، وانا يعني قاعد اسوي كل اللي نقدر عليه اني نرضي الجمهور. لكن انا يعني حتى اللي انا شفته في اثناء الردود، في جمهور مؤيد وجمهور غير مؤيد، يعني بعض الجماهير ردت جيده تحس انها لها فكر. اليوم احنا نطالب النادي بلاعبين بملايين الريالات، ولما الاداره ترفع 5 ريال ولا 10 ريال نتدمر. فانا اقول لكم هم في الاخير هم شركاء في القرار، وهم يعني يعرفون مصلحة ناديهم، وإن شاء الله بتشوف ملعبنا في مباراة النصر بيكون مليان. السيد عبد الله البترجي نائب رئيس نادي الأهلي والمشرف على ملف الاستثمار بالنادي، شكرا جزيلا لك.